السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، صحة فطوركم وصحة سحوركم حبيباتي. مرحبا بكم ونرحب بالاخوات اللي انضموا معايا الى القناة، نقول لهم اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير مع هذه الايام الكريمة، ايام شهر رمضان الفضيل. طليت عليكم اليوم حبيباتي بفيديو فيه وصفتين، وصفة مالحة كما راكم تشوفوا، وصفة الكيش راح نشوفوها بعجينة هشة بنينة وبحشوتين اقتصاديتين ومختلفتين. وراح نشوفوا تاني وصفة حلوة، راح نشوفوا تحلية ان شاء الله تعجبكم. صلي وسلموا على افضل خلق الله محمد عليه ازكى الصلاة وازكى التسليم. ان شاء الله تكونوا حبيباتي لقيتوا روحكم معايا اليومين هادو الاولين تاع رمضان. ان شاء الله يكون يعدي خفيف علينا. اول شي راح نبداو بالوصفة الحلوة اللي هي هاد التحلية بذوق الشوكولا. هايلة البنات وخفيفة واقتصادية، مليحة بزاف، يعني في سهرات ممكن يجوك ضيوف، ممكن الأهل البيت محبي الشوكولاتة راح تعجبهم بزاف. نروح إلى طريقة التحضير. واش نحتاج 4 مغارف سكر، 3 مغارف تاع الكاكاو، 5 مغارف فرينة، باكي تاع فلان اختياري، باكي فاني، وعلبة تاع ياغورت ناتور. ونحتاج تاني ملعقة تاع شوكولاتة، لو تقدروا تستعملوا طابلة تاع شوكولا، يعني شوكولا تاع العلب هذه. نجيب طنجرة تكون هكا شوية ثقيلة، ونجيب صفاية باش نصفي الكاكاو. حطيت 4 مغارف سكر، ضفت لهنا 3 ملاعق تاع الكاكاو، راح نضيف 4 ملاعق تاع الفرينة. ما يخفاكمش حبيباتي، التحلية تاع الفرينة يجيو شوية خفاف على تاع المايزينا. ضفت الباكي تاع لافاني ونسير هكا مليح، نخلط كلش مليح باش يندمج كل المكونات على بعضها. ونحتاج تاني لتر من الحليب، نبدأ نضيف في الحليب بنصف الكمية، نخلط مليح باش تندمج المكونات الجافة مع الحليب. لمحبي ذوق القهوة تقدروا تزيدوا ملعقة تاع نسكافيه ولا هكا قهوة تكون عندكم طايبة، يعني مغرف ولا زوج. نزيد لهنا علبة تاع الياغورت ناتور، نخلط مليح، نحطها على النار كي تبدا تعقد نحيها، نضيف لها مغرف صغيره تاع زبده، مغرف تاع شوكولاته، نخفق مليح بالطريقه هذه. نكون مسجيه لي فيغين تاعي، نحط فيهم واش حبيت مكسرات. انا استعملت هنا كاوكاو، تقدروا تضيفوا تحطوا يعني بسكوي. ونحط نفرغ الكريمه تاعي بالطريقه هذه. ريحتها تهبل وخفيفة صدقوني، خاصة كي استعملت فيها الفرينة، جات أحسن من تاع المايزينا، تجي ثقيلة شوية. تكون عندي كريمة شونتيي، لهنا بودرة شونتيي، طلعتها كيما تعرفوا كيلة تاع شونتيي مع كاس تاع حليب بارد. نخفق مليح ونزينها بهذه الطريقة البسيطة والمشهية في نفس الوقت. قولوا لي البنات اذا بديتوا تأقلموا مع ايام رمضان، اذا جاكم خفيف، اذا جاكم سهل. والله رانا بدينا يعني من هالو بدينا بالتعب، مالغري نديروا فيه حاجه خفيفه، ولكن كما تعرفوا الدخلات الكوزينه ما هيش سهله. ان شاء الله تكون عجبتكم التحليه حبيباتي، ونروحوا للوصفه المواليه اللي هي وصفه الكيش، عجينه الكيش. عجينه هايله البنات، استعملت 500 غرام فرينه، 250 غرام تاع مارغرين، وقطعة تاع الجبن، يعني تقدروا تستعملوا زوج قطع ولا ثلاثة تاع هداك فرماج، يعني جبن المثلثات. نحاول نخلط مليح، ندخل هذيك الفرينة مليح في الزبدة. ضفت هنا مغرف أكل سكر، ونصف ملعقة تاع الملح. ضفت هنا ملعقة تاع مطارد اختيارية، وست مغارف تاع الزيت. نجي نخلط مليح دائما بالطريقة هذه. عجينة عجبتني بزاف البنات كما قلت وضفت هنا البيضة، خدمناها شوية. نحاول ندخلها ايضا في العجين تاعي بلا ما نعجن. اكيد هذه بات بريزي ما تحتاجش العجن باش من بعد تعطينا نتيجة مليحة. الحليب هنا رشة خفيفة، مقدار ملعقة ولا ملعقتين كبيرة. راح يعني نلم بها العجينة تاعي بدون عجن، أكد ونلمها مليح بالطريقة هذه.
ونجيب كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. تقدروا تحضروها الصباح وتحضروا بها العشيه. للناس اللي مازالت ما حضرتش ليكيش كيما انا يعني ما حضرت والو يعني في المجمد، داك نهار بنهارو، وربي يرزقنا ان شاء الله ويرزق الجميع. جبت نجرة، حطيت شويه زيت، حطيت بصل مقطع مكعبات، هذه الحشوه تاعنا الاولى. تاني سكالوب قطعته مكعبات. بعد ما تقلى لي الزيت ضفته هنا، ضفت عليه شويه ملح شويه فلفل كحل، نخلط مليح يعني هذاك الدجاج تاعي يدخل الطياب تماما، ما نكسرلوش بالناس باش ما يجيش شايح، هو اصلا شايح. ضفت هنا مغرف تاع الفرينه، نحمصها مليح في هذا الخليط الاول. وجيت ضفت هنا نصف كاس تاع حليب، وضفت ايضا نصف كاس تاع كريمه السائله. نخلط دائما، نخلط مليح، نحاول ندمج كل المكونات هكا في بعضها. وهنا ضفت قطعة تاع جبن طري باش نتحصلوا على يعني صلصة وحشوة تكون ما تكونش يعني شايحة. بعد ما ارتحت العجينة تاعي وعطيتها وقتها، جيت حليتها ودرت هنا مول كبير وهذولي كيش الصغار، نقبتهم وطيبتهم على درجة 200 درجة. هادو الصغار كنت قليت فيها بطاطا مكعبات، دهنت كما كنت تشوفوا بجبن الطل. درت لاباغايا كيش اللي فيها الياغورت ناتور، فيها كريمة سائلة، بيضتين، ملح فلفل كحل، ان شاء الله ما نكونش نسيت معدنوس، قطع تاع زيتون. بعد ما كنت حطيت البطاطا تاعي، كنت حطيت هذيك لاباغايا كي زدت عليها الجبن المبشور، حطيتها في الفرن. بعد ما قبل يعني كنت طيبتها صح ابلون، ومن بعد كملت لها الطياب من التحت وشعلتها من الفوق. نفس الشيء بالنسبه لهذا المول الكبير. والصلصه اللي كنت دهناها بالدجاج، جيت فرجتها لهنا، حطيتها في المول تاعي. ونفس الشيء وحطيت رشه على الجبن المبشور. انا استعملت هذاك شيدر مربعات، هذاك اللي يجي على شكل مربعات. وشوفوا النتيجة، جاو هايلين، جاو بنان، جاو خفاف. شهيتكم في الجنة، نتمنى تحضروهم وتفرحوا بهم عائلتكم. مالغري هادو يعني المملحات راهم شوية صعاب يحكموا اليد، ولكن ان شاء الله ربي يقوينا ويعطينا القوة. هذه تاني الكبيرة كنت طيبتها يعني ابلون، وكما شفتوا كملت معها التحضير. كانت يعني زربنا الحال وما حمرتليش مليح مليح من الفوق، ولكن ما عليهاش. يعني كنا جينا قد مع المغرب، مالغري كنا دخلنا بكري ندخل بكري يعني هكاك والله يعني ما نلحقوا، اجري من نجري من. وهذه هي النتيجة النهائية. يعني كانت هذا واش كنت حضرت. كان قعد لي الجاري ولا الشوربة كما تعرفوا، وقعد لي تاني وكنا حضرنا تاني هذه سلطة العجائن، ولا سلطة هذه المقارونة كنت حضرتها، نخليها لكم في صندوق الوصف. كنت درتها في وصفة وحدها وعطيتها حقها، كان جات يعني هكا بريستيج وفليفرين. راح تعجبكم بزاف اذا حضرتوها لضيوفكم. نخليها لكم كما قلت في صندوق الوصف، يعني يشتيوها بزاف ولادي. في خفيفة، تجي خفيفة ومشبعة. وكنت يعني شفتوني كي درت طاجين الحلو وطاجين شبح سفرة. اليوم قدمته على شكل طبق حاجب وعوينة معروف لنا في قسنطينة. وهذه أطباق اليوم، وإلى اللقاء.